أخد نفس كبير من سيجارته وبصلي وقال أنا هموتك النهاردة. رديت عليه بكل جدية وأنا بقوله مصطفى، قلت لك 100 مرة تطلع الأوهام دي من دماغك. أنت بتاخد العلاج اللي بكتبه لك؟ لأول مرة أحس إنه مش مهتم بكلامي وبيضحك ضحك هستيري. بحكم عملي كدكتور نفسي شفت كتير من الحالات الغريبة وسمعت أكتر من المرضى عن قصصهم 90% موجودة بس في خيالهم. دايما مقتنع ان كل القصص دي بتبقى اوهام، لحد لما ظهر لي مصطفى. مش بس علشان قصته غريبة، لأ، ده علشان انا بدأ يدخل جوايا الشك، والأول مرة اصدق حالة بتتعالج عندي بالشكل ده. مصطفى بيتابع حالته عندي بقاله 4 شهور. قعد معايا 8 جلسات، وكل جلسة استمرت من ساعة لساعة إلا ربع. طبعا في أول جلسة عرف نفسه وقال كل الناس تقريبا يا دكتور شايفيني اتجننت، لدرجة إني صدقت، وأديني جيت لك أهو بحكي لك قصتي. كان باين عليه اليأس التام، وعلشان كده قمت بدوري كطبيب نفسي وهديته، وسمعت أغرب قصة مرت عليا. عمرك يا دكتور سمعت حد مصاب بالرصد؟ يعني ايه الرصد ده؟ خليني اشرح لك يا دكتور. الرصد يعني شخص مرصود من كيان سفلي وبيسيطر عليه بقوة كبيرة جدا، قوة انت حتى ممكن ما تستوعبهاش، لدرجة انه قادر ينسيك كلام ربنا. انا هحكي لك يا دكتور، بس انا عاوزك تطول بالك معايا. لا انا ما تقلقش، انا سامعك. مصطفى، سكت ليه؟ بقولك انا سامعك. ايوه حاضر. 22/9/2019. مراتك ما فيهاش اي مرض عضوي، ومن خلال الاشعة والتحاليل اللي قدامي مش لاقي اي تفسير الحقيقة للاعراض اللي بتحصل لها. دي الجملة اللي قالها لي دكتور سمير عثمان، اشهر دكتور باطنة عندنا في المدينة اللي ساكنين فيها، واللي بسببها بدأت ابص على الامور اللي بتحصل ليا من كذا زاوية. قبل لما ازور الدكتور سمير، مراتي سارة حالها اتبدل بس بعد 4 أيام لما قالت لي فيها انها حامل. بقت ماسكة بطنها طول الوقت وبتصرخ وبتقول هموت يا مصطفى، بطني بتتقطع. ما كنتش عارف اعمل اي حاجة غير اني بلف معاها بس على الدكاترة، لحد لما خدت ميعاد عند دكتور سمير، واللي قال لي الجملة اللي حضرتك سمعتها مني من شوية، ولكنه برضو كتب شوية أدوية ومهدئات جابت بس نتيجة لحظية، وما كنتش أبدا مدرك إن دي بداية الأحداث. خليني أقولك معلومة مهمة. سارة مراتي التانية، ومراتي الأولى كانت أسماء، حب الكلية، واللي كنت مخطط إني أعيش معاها حياتي، ولكن للأسف الجواز بتاعنا فشل بعد 3 سنين. فشل لما الحب انتهى واكتشفنا إننا ما نعرفش حاجات كتير عن بعض. وبعدها شفت سارة، عوضتني عن كل السنين اللي مرت عليا مع أسماء، وبعد الجواز ب3 شهور قالت لي مصطفى أنا حامل. كنت طاير من الفرحة، مش بس علشان هيبقى ليا ابن من صلبي، لأ، ده علشان كدبت أسماء إن عقيم انتهت، وانتهت كل ذكرياتها السيئة ليا. بس ما كنتش أعرف إن دي بداية اللعنة اللي هتحصل لي في حياتي. سارة حالها اتبدل بعد ألم بطنها المستمر، وبدأت تصحى بالليل وهي بتصرخ وبتقول يا مصطفى اصحى يا مصطفى. أنا بصحى مخضوض وبقولها في إيه؟ في حد في الصالة. في الصالة؟ في الصالة إزاي؟ قمت من على السرير، قلبت الشقة، الأوضتين والحمام والمطبخ، ومفيش أي حاجة. رجعت علشان أقول لها إني ملقتش حاجة. صرخت صرخة، أنا نطيت من مكاني. في إيه؟ أنا شفت حد بره بيبص عليا. نبرة صوتها وعياطها كانوا بيقولوا إنها مش كدابة، لكن أنا ملقتش حاجة. حتى لو حرامي مستحيل يخرج بالسرعة دي. حاولت أهديها ونيمها وأقنعتها بصعوبة إن هي بس كانت بتحلم، لكن الأحداث بدأت تزداد بصعوبة.
كنت مطبق في شغل في ليلة، لقيتها اتصلت بيا فرديت. ايه يا بنتي في ايه؟ مصطفى النور قاطع وسامعة صوت حد بيعيط في الحمام. طيب اهدي يا سارة اهدي، والله بس تلاقيه بيتهيألك. يا مصطفى انا مش مجنونة، انا جنب الحمام، حاول تسمع. قربت التليفون للحمام بس ما كانش فيه حاجة، ما كنت سامع اي حاجة. ولسه جاي اقول لها انا مش سامع، لقيت صراخها والمكالمة قفلت. حاولت اتصل بيها لكنها ما بتردش. استأذنت وجريت على البيت، لقيت فعلا النور قاطع وسارة مرمية على الأرض ودخلت في غيبوبة لمدة 5 أيام. ومن اليوم ده كل حاجة اتغيرت في سارة. دي كانت ملخص الجلسة الأولى اللي قعدها معايا. ما قدرتش أنكر إن أنا اتشدت للي كان بيقوله، لكنه ما حكاش عن نفسه أي حاجة. كان كل كلام مصطفى عن مراته. في الجلسة التانية لما جالي كان متوتر وبيتلفت كتير حوالين نفسه، وبعدها اتكلم بدون حتى ما يبدأ بالسلام. أنا عايز أكمل القصة يا دكتور، عايز أكملها قبل ما أفقد عقلي. اتفضل يا مصطفى اتكلم. لما سارة فاقت من الغيبوبة 5/10/2019 ما كانتش عارفاني. قالت لي انت مين؟ انا مين ازاي يا سارة؟ انا مصطفى جوزك. انت مسخ، انت وشك مشوه، ابعد عني ابعد عني. ما كنتش فاهم ايه اللي بتقوله. اخوها بعدني عنها وخرجت من الأوضة. ما كنتش فاهم اي حاجة. اهلها طلبوا انها تقعد عندهم 3 أيام تفوق فيهم، وفعلا بعد ال3 أيام رجعت وما كانتش فاكرة اي حاجة من اللي حصل، بس تصرفاتها اتغيرت. سارة طول عمرها نضيفة وبتهتم بجمالها وببشرتها، بس كله اتغير. مش هبالغ لو قلت لكم ان سارة ما بقتش حتى تستحمى. كنت بحاول اتجاهل نظرتها اللي بتكون غريبة، لكن اللي ما قدرتش اتجاهله لما صحيت في يوم بالليل على صوت حد بيعيط في الحمام. وسارة ما كانتش جنبي على السرير. قربت من الحمام علشان الاقي سارة جايبة كرسي وماسكة شفرة الحلاقة بتاعتي وبتعور نفسها بالموس. الدم مغرق وشها وهي بتضحك وبتعيط في نفس الوقت. بصت لي بنظرة خلت جسمي كله مش قادر اتلم عليه. صوتها كان ذكوري وهي بتقولي نهايتكم خلاص قربت. قالتها وقعت في مكانها. شلتها واتصلت بالدكتور. حاولنا نداوي الجروح اللي في وشها شبه اتشوه من الشفرة. لما فاقت زقت الدكتور، اترمى على بعد 4 متر. الدكتور نفسه استغرب من قوتها، كانت بتكسر في البيت كله. فضلت تقطع في هدومها ومحدش قادر عليها. الدكتور جري من المنظر ومكدبش عليكم انا كمان خرجت وقفلت الباب ورايا، واتصلت باهلها علشان ياخدوها، وفعلا جم. ما كنتش عارف اتصرف. اهلها قالوا انهم لازم يروحوا للشيخ وما يعرفوه، بس قبل لما يروحوا بيوم واحد سارة رمت نفسها من الدور السادس وماتت. ماتت هي وابن اللي في بطنها. كل حاجة في حياتي اتشوهت، كل ما هو حلو في حياتي ضاع. دخلت في فترة اكتئاب صعبة جدا، ما بقتش اروح الشغل لدرجة ان اتبعت لي جواب فصل. احتكاكي بالناس قل، حتى اهلي ما بقتش ارد على مكالماتهم او اسمع رنات جرس باب شقتي وما افتحش. بعد الجلسة دي بدأ يحكي عن نفسه بشكل اكبر. في الجلسات اللي بعدها بدأ يحكي لي اكتر عن اللي بيمر بيه، وانا ببقى قاعد مع نفسي كنت بسمع صوتها في اوضتي. كنت بسمعه وهي بتنادي عليا. 16/11/2019 مصطفى ما تدخل الأوضة شوية. لما سمعت الصوت ده رميت سيجارتي، بس كنت بقنع نفسي انه تهيؤات من كتر ما هي كانت وحشاني. قمت من مكاني ورحت على الأوضة بس ما كانش في حد. قعدت على السرير واخدت صورتها في حضني، وانا نايم لمحت خيال بيعدي من جنب باب الأوضة. انا متأكد اني شفت الخيال ده
زي ما أنا شايفك دلوقتي وبحكي لكم قصتي، تجاهلت الموضوع، بس اللي ما قدرتش أتجاهله هو صوت كسر الزجاج. استجمعت قوتي وقمت من على السرير ورحت على الأوضة اللي جنبي عشان ألاقي الزهرية اللي كانت سارة بتسقي فيها الورد اللي كانت بتحبه مكسور. كنت واقف وبتلفت يمين وشمال ومش عارف ايه اللي كسر الزهرية، ده حتى باب البلكونة كان مقفول، يعني لو كان فيه هوا جامد مش هيعمل كده. سمعت صوت سارة تاني: ما تسيبنيش لوحدي يا مصطفى، مصطفى أنا خايفة. دخلت الأوضة وقفلت على نفسي. كنت سامع صوت خطوات بره الشقة، وسامع صوت كلاب بتنبح، وسارة بتصرخ بره وهي بتقول: الحقني الحقني يا مصطفى، انت ما بتجيش ليه؟ دخلت على السرير وغطيت نفسي زي الأطفال لحد لما رحت في النوم. تاني يوم رديت على أخويا في التليفون، هزقني كتير إني ما بردش. طلبت منه إنه يجيلي، وأول لما وصل حكيت له على اللي شفته امبارح. كان رده عليا: يا ابني ما علشان العزلة اللي انت فيها، العزلة دي هتجننك، انت بقالك شهر ما شفتش بشر، ما ينفعش اللي بتعمله ده. كنت حاسس إني لازم أحكي لأي حد وأطلع اللي جوايا. ما استكفتش بأخويا وحكيت لأمي وحكيت لكل شخص بيقول لي مالك، كأن حاجة جوايا بتقول لي احكي، وكلهم كان كلامهم واحد: إني لازم أخرج، لازم أعيش، أو حتى أسيب الشقة دي. ما كنتش مقتنع، لكن في ليلة اقتنعت. رجعت البيت بعد قعدة على القهوة مع نفسي. النور كان قاطع، الجو كان ضلمة تماما. شغلت فلاش موبايلي، بمجرد مروري من الحمام سمعت صوت عياط، كأن حد بيعيط ومش عاوز حد يسمعه، بيعيط بصوت واطي. فتحت باب الحمام علشان ألاقي سواد رهيب. حتى وأنا عامل نور الموبايل في قلب الحمام وجهت الفلاش للبانيو علشان ألاقي راس بتبصلي بعيون بيضة تماما. صوتها كان واحدة ست، صوت خشن وخلاني ما قدرتش أمسك نفسي وجسمي اترعش تماما. انت كمان هتحصلها. في الوقت ده أنا جريت وسبت البيت. ركبت عربيتي ورحت لبيت أبويا وأنا بعيط من الخوف. بمجرد ما وصلت اترميت في حضن أمي وأنا بتنفض. فضلت أحكي لها اللي حصل لي، أمي الوحيدة اللي كانت مصدقاني، أما الباقي كان بيقول إني اتجننت وإني خلاص ما بقتش عاقل. واللي زاد الاحتمال ده إن الأحداث ما انتهتش لما سبت الشقة، لأ، دي زادت وبقت في بيت أبويا. بقوا يقولوا إني بعمل حاجات أنا ما بكونش فاكرها، زي مثلا إن أخويا الأصغر مني قرر يسيب البيت بسببي، والسبب إنه كان بيشوفني في الحمام ومعايا قلم ألوان أسود وبرسم نجمة خماسية. بمجرد ما شفته عيني اتغيرت معالمها للون الأسود الداكن، وأنا ببصله بغضب وبقوله: امشي من هنا حالا. ده موقف. أما الموقف التاني كان مع أختي اللي كانت بتصلي الفجر، وأنا جيت قدامها وعملت حاجة من الكفر على المصلية. خافت ورجعت لورا وقلت لها: اوعي أشوفك بتعملي كده تاني. أمي اقتنعت إنها لازم تروح بيا الشيخ، بس للأسف ما كنتش بفتكر أي حاجة لما بيكون معاها. وعرفت إن أنا اتعمل لي عمل، والعمل ده كان من مراتي القديمة. أما اللي أنا فاكره من حالتي إني ما بقيتش طبيعي، بقيت أشوف خيالات في كل مكان، حتى وأنا قاعد معاك دلوقتي. دي كانت قصة مصطفى اللي حكاها لي في ال7 جلسات. أما الجلسة بتاعت امبارح جالي بموضوع غير كل مرة. أخد نفس عميق من سيجارته وبصلي وقال لي: أنا هقتلك النهاردة. رديت عليه بكل برود وأنا بقوله: مصطفى، قلت لك 100 مرة تطلع الأوهام دي من دماغك. أنت بتاخد العلاج اللي بكتبهولك؟ أنا عايز أبات عندك النهاردة لو تسمح. كان طلب غريب منه لكني وافقت من نبرة خوفه اللي اتبدلت مرة واحدة. خلصت وقفلت مكتبي وأخدته في عربيتي وكان بيترعش،
وبعدها اتكلم وقال لي انا خايف قوي يا دكتور، انا مش عايز ارجع بيت ابويا ومش عاوز ارجع شقتي، انا عايزك تحميني، انا حاسس انه فعلا هيقتلني. هديته وطلعته الشقة وعملت له حاجة سخنة وقعدت معاه في الصالة، وانا قاعد معاه النور قطع. النور عندنا ما بيقطعش وده غريبة. واثناء استعجابي سمعت صوت حد بيعيط في الحمام. شغلت الكشاف علشان الاقي مصطفى باصص لي وبيقول لي انت فاكر انك هتقدر تساعده؟ قال الجملة دي بنظرة غريبة، نظرة كأنه شخص عنده انفصام في الشخصية، مش ده مصطفى اللي اعرفه. ورديت عليه وقلت له مالك يا مصطفى؟ ضحك هستيري وقال لي جملة خلتني احسب كل جملة هقولها له معاه بعد كده. انا مش مصطفى ومش مضطر اثبت لك صحة كلامي، انا جاي لك معاه المرة دي علشان اقولك ان دي اخر مرة هتشوفه فيها. نظراته اختلفت وتعابير وشه اختلفت كتير، جسمي بدأ يترعش. طيب انت عايز منه ايه؟ عيني اتبدلت وبقت سودة وابتسمني وسابني ومشي وهو بيقول لي مصطفى مش هيشوفك تاني، اما انا هجيلك. مصطفى خرج من البيت بدون ولا كلمة وانا سامع صوت نعل جزمته. والنهاردة بس عرفت ان مصطفى رمى نفسه من البلكونة بنفس الطريقة اللي ماتت بيها مراته. الناس بتأكد ان بعد موت مراته اتجنن، بس انا متأكد انه ما اتجننش، متأكد ان مصطفى ما كدبش عليا في ولا كلمة، متأكد ان مصطفى كان بيشوف حاجات من العوالم التانية. انا بكتب القصة دي وانا سامع صوت في حمام بيتي، صوت حد بيبكي بكاء مكتوم. اشوفكم في قصة جديدة مع احمد سمير في رعب على الهامش. سلام.